السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اذا فالدرس اليوم غيكون على كان وكود. اذا كيف ما كنعرفوا بزاف ديال التلاميذ كيكون عندهم مشكله ديال كان وكود، وقتاش غادي نستعمل هاد كان وقتاش غادي نخدم كود. اذا فيلا نتعرفوا على كان وكود وشنو هي الفرق ما بيناتهم بجوج وقتاش كنستعملوا كل وحده فيهم. عندنا كان وكود. اذا فكان وكود كيف ما كنعرفوا هما بجوج عندهم كيشتركوا في واحد النقط اللي هما اذا المينين، يعني كان وكود عندهم نفس المعنى اللي هي كنقدر. عندنا بجوجهم كيتسماو مودال فيربس، اذا كان وكود كيتسماو مودال فيربس. اذا وعندهم نفس الفورم، يعني عندهم نفس لا فورم يعني، وعندنا عندهم نفس البيربسز، يعني عندهم نفس الهدف ولا نفس المعنى. اذا فهنا وكيختلفوا، اذا النقط اللي كيختلفوا فيها كان وكود. اذا كاينه الحاجه الاولى هي تايم. اذا فمني كنستعمل كان فكنهضر على البريزنت، مثلا I can play soccer، مثلا انا كنقدر نلعب كره القدم. اذا ولكن ملي كنقول I could play soccer، يعني مثلا when I was young، يعني انا ملي كنت صغيره ما يمكنش نستعملوا I can play، نقولوا انا كنت كنقدر. اذا فالباست غادي نستعملوا I could، اذا ما غنستعملوش كان، غنستعملوا could. اذا الحاجه اللي غنعقلوا عليها هي كان، كنستعملها ملي كيكون عندي البريزنت، ملي كنكون كنهضر على واحد الحاجه اللي هي دابا في الحاضر. اذا كود كنستعملوها ملي كنكون كنهضر على واحد الحاجه اللي هي دازت في الباست، يعني واحد الحاجه اللي كنت كنقدر نديرها شحال هادي. اذا هنا بالنسبه للتون فكان هي ماشي هي كود، اذا بالنسبه للنطق ديالهم. اذا هنا غادي نشوفوا كان، وهنا غادي نشوفوا كود. اذا فهنا الجزء الاول عندنا كان وقتاش كنستعملها، اذا كيف ما قلت كنستعملها في البريزنت يعني دابا. مثلا I can play soccer، يعني انا دابا حاليا يمكن كنقدر نلعب كرة القدم. يعني ملي كنقول كان يعني راه كنهضر على حاجه اللي هي نقدر نديرها دابا في البريزنت. اذا وكان وقتاش كنستعملوها في الحاجه اللي هي كاجوال. ومني كنكون كنهضر انفورمال، يعني كنكون كنهضر مع شي واحد اللي انا كنعرفه، وكتكون بطريقه غير رسميه، بحال مثلا كنكون كنهضر مع الاصدقاء ديالي ولا شي واحد كنعرفه، فهذه كتسمى انفورمال. اذا مثلا كان يو هيلب مي، اذا ملي كنكون كنهضر مع الصديق ديالي ولا شي واحد من العائله ولا شي حد كنعرفو نقول له كان يو هيلب مي، واش تقدر تساعدني. ولا مثلا كان اي هيلب يو، اذا هذه انا اذا بغيت شي حد، انا اذا بغيت انا نعرض المساعده لشي واحد اخر نقول له واش بغيتي نعاونك، هي كان اي هيلب يو، كان اي هيلب يو واش نقدر نعاونك. اذا هذه فبالنسبه لكان. اذا عقلوا كان وقتاش كنستعملها في البريزنت ملي كنكون كنهضر على واحد الحاجه اللي نقدر نديرها دابا في البريزنت في الحاضر حاليا. وقتاش كنستعملوها في الحاجه اللي هي انفورمال، مثلا كنهضر مع الصديق ديالي ولا كنهضر مع شي حد اللي انا في المعارف ديالي، يعني هي ماشي رسميه. اما بالنسبه للكود كيف ما قلنا قبيله كنستعملوها في الباست، مثلا كنقول I could play soccer when I was young، ولا مثلا in the past I could play، يعني شي حاجه اللي كنت كنقدر نديرها في الماضي، اذا الماضي. اذا كود الاختلاف اللي كاين هنا ما بين كود وكان هي ان كود كنستعملوها ملي كنكون بولايت، ملي كنكون بغيت نبين الاداب الصواب، مثلا نقول could you help me، واش تقدر تعاوني. اذا هذه بواحد الطريقه اللي هي بولايت يعني مؤدبه. وكنستعملوها في الفورمال، مثلا ملي كنكون كنهضر مع واحد شي شخص اللي انا ما كنعرفوش، مثلا كنقول له كود اي هيلب يو، يعني واش نقدر نعاونك. اذا كود اي هيلب يو مثلا شي واحد لقيته في الزنقه ولا مثلا شي واحد طاح ولا هذا تقول لي كود اي هيلب يو واش نقدر نعاونك. اذا اذا فبالنسبه للكان وكود وقتاش كيتستعملوا، اذا كيتستعملوا في الايبيليتي، يعني انا في القدره، مثلا شي حد كيقدر يدير واحد الحاجه. كيتستعمل في الريكويست، يعني مثلا الطلب، ملي تتبغي تطلب شي واحد كان يو هيلب مي، مثلا كان يو هيلب مي يعني انت كتطلب شي حد باش يعاونك. في بيرميشن يعني شي واحد باش يعطيك لا بيرميسيون، يعني هنايا عندنا البيرميشن، اذا شي حد باش يعطيك الاذن، اذا البيرميشن هي لا بيرميسيون هي الاذن. هنا عندنا اوفر، يعني انت كتعرض شي حاجه
شي حد بحال مثلا كان اي هيلب يو، اذا انت كتعرض المساعده، تقول واش انت واش بغيتيني نعاونك، يعني فانت كتعرض عليه المساعده. من هنا عندنا suggestion، يعني مثلا انت كتقترح شي حاجه، وعندنا هنا possibility، يعني شي حاجه اللي هي ممكنه، اذا الامكانيه. اذا ف عندنا ال ability request permission offer suggestion و possibility. اذا نعقلوا على هاد السته د الحاجات اللي كيمكن لينا نستعملهم كان. اذا شنو هما الحاجات اللي كنستعملوهم في كان؟ اذا باش نعاودوا، عندنا ال ability يعني القدره، عندنا ال request يعني الطلب، عندنا ال permission يعني مثلا انا كنطلب الاذن، عندنا offer يعني انت كتعرض شي حاجه على شي حد، عندنا suggestion يعني الاقتراح، وعندنا البوسيبيليتي. اذا يمكن انكم ديروا بوز وتعاودوا كيف ما كتسمعوا انا الكلمه كنطقها، مثلا ability، اتوقفوا الفيديو وتبداو تعاودوا كل كلمه من مورايا. اول حاجه باش تحسنوا البرونونسيشن ديالكم، يعني النطق ديالي انا كيفاش كنطق هذيك الكلمه ياك. والحاجه الثانيه هي انكم تعرفوا المعنى ديال كل كلمه. اذا فكنضربوا عصفورين بحجر واحد، منها كناخذ البرونونسيشن يعني كناخذ النطق الصحيح ديال كل كلمه، والحاجه الثانيه هي انني كناخذ الفوكابولري، يعني كناخذ كنغني الرصيد المعجمي ديالي. اذا فالان هاد السته ديال الحاجات اللي عندي هنا، الان ندوزو للامثله باش نزيد نوضح لكم اكثر. الان نشوفوا الاكزامبل، اذا النماذج. اذا بالنسبه للنموذج الاول عندنا I can speak French، يعني انا كنقدر نتحدث باللغه الفرنسيه. اذا فهذه ability، اذا كان هذه القدره. I can speak English يعني انا قادر، فهذه هي الability. وبالنسبه لهنا، اذا هنا استعملنا can. اذا هنا اذا بغيت نهضر على الباست، مثلا انا شحال هذه كنت كنقدر نتحدث باللغه الفرنسيه ودابا نسيتها، اذا شنو غادي نقولوا I could speak French يعني in the past، ولا when I was young يعني ملي كنت صغير I could speak French يعني انا كنت كنقدر نهضر باللغه الفرنسيه. اذا فهادو بجوج I can speak I could speak، اذا فهادو بجوج يعبروا لنا على الability اللي هي القدره. اذا الان نشوفوا النموذج الثاني. اذا فهنا النموذج الثاني can you tell me، can you tell me ولا can you call me. اذا واش تقدر تتصل بيا ولا واش تقدر تقول لي. اذا فهذه هي request، اذا هذا طلب، يعني انت كتطلب شي واحد شي حاجه من شي حد. اذا هذه كتسمى request. اذا request كيف ما شفنا فهي الطلب. اذا هذه بالنسبه للكان. اذا الان شوفوا كيفاش غادي ندير واحد الجمله باش نطلب واحد الحاجه من واحد الشخص اللي انا ما كنعرفوش، ولا باش نهضر بواحد الطريقه مؤدبه او واحد الطريقه اللي هي رسميه. اذا شنو غنقولوا؟ اذا في عوض كان غنعوضوها بكود. could you tell me ولا could you call me. اذا واش يمكن لك تتصل بيا. اذا هادو could you tell me could you call me. اذا فهاد جوج الجمل فهي الفورمال يعني رسميه، وكنتحدث مع واحد الشخص اللي هو ما كنعرفوش، وكنهضر بواحد الطريقه اللي هي لبقه ومؤدبه باحترام. اذا فهنا غنقولوا بالنسبه للمثال الثالث عندنا can I borrow واش نقدر نتسلف، ولا can you lend me واش يمكن لك تسلفني. اذا هذه فيها البيرميشن يعني انا كنطلب واحد الحاجه وكنطلب السماح يعني باش تسمح ليا، واش كتسمح ليا انني ندير هذه الحاجه ولا واش تسمح ليا. ان فهذه بيرميشن يعني كطلب منه واش يسمح لك ولا لا. اذا هنا عندي could I borrow واش نقدر نتسلف، و could you lend me. اذا فهنا استعملنا كود. اذا وكيف ما كنقولوا دائما فكود كنستعملها في يعني هي الطريقه الرسميه والطريقه اللي المؤدبه باش كنطرح واحد السؤال ولا باش ناخذ البيرميشن يعني الاذن من شي واحد. اذا فبالنسبه للنموذج الرابع عندنا we can meet ولا you can send me. اذا فهذا كنعطيك واحد الاقتراح، يعني we can meet يعني نقدروا نتلاقاو مثلا في ان كاسابلانكا ولا ان رباط ولا ان فاز. اذا هنا كدير واحد الاقتراح، كتقترح على شي حد على شي حاجه. اذا فهنا هاد كان. اذا كيف كنستعملوها مع الاصدقاء ديالنا غنقولوا كان ويميت، ولكن من غادي اذا بغيت نهضر بواحد الطريقه اللي مؤدبه وبطريقه رسميه غنقولوا
we could meet. اذا في عوض كان كنبدلوها بكود. we could meet ولا you could send، يعني واش يمكن لك تصيفط ليا. اذا بالنسبه للجمله الخامسه عندنا they can take the bus ولا they can take. اذا هنا كنهضروا على البوسيبيليتي، يعني الاحتمال، يمكن، يعني يمكن they can، يعني يقدروا ياخذوا مثلا الباص باش يجيو مثلا الحافله ولا ياخذوا الطاكسي. اذا هنا بالنسبه للكود نقولوا they could take. اذا هنا في they could، اذا هنا كنستعملوا هنايا اللي كنكون كنهضر على الباست. they could take يعني راه يقدروا يعني في الماضي they could take. اذا هنا I can. اذا بالنسبه للجمله الاخيره عندنا I can pick you up from، يعني نقدر نجي نهزك مثلا من البلاصه الفلانيه. اذا هذه offer، يعني انت كتعرض عليه، يعني تتعرض عليه واحد الحاجه، مثلا كتقدم ليه واحد الخدمه ولا شي حاجه. I can pick you يعني انا راه نقدر نجي نهزك مثلا من هذيك البلاصه ولا نوصلك ولا. اذا هذه فهي offer. اذا بالنسبه اي كود، اذا هنا كود كنستعملوها هذه الحاله هذه بالنسبه للباست، يعني اي كود بيك يو اب، يعني غادي نهضر يعني اي كود يعني كنت نقدر نجيبك، يعني مثلا ملي كنهضر على البارح ولا مثلا السيمانه الجايه السيمانه اللي فاتت. اذا هنا كنستعملوها في الباست I could pick you up from مثلا from school ولا from work ولا. اذا فلحد الان نتمنى ان كانوا كود فهمتوها وفهمتوا حتى الحالات اللي كتستعمل فيها كان وكود. مورا كل درس كيف العاده غادي نحط لكم اكسرسايزز، يعني تمارين نتوما تحاولوا تجاوبوا عليهم في لي كومونتير، وانا غادي نصحح الاخطاء ديالكم كاملين واحد بواحد في لي كومونتير. اذا ما بقى لي الا نقول لكم نشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.